سلام البنات، سلام الحباب ديالي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا الفيديو نتاعنا اليوم اللي راح يكون ان شاء الله وصفه نتاع طبق تاني سهله بزاف وما تاخذش الوقت. راح نعملوا صينيه البطاطا مع لا فيونداشي مع شويه نتاع السلق، حاجه خفيفه صحيه في نفس الوقت. اول حاجه هنا راح نعملوها، عندنا كميه من اللحم المفروم مع بيضه يعني عظمه مع شويه نتاع الفلفل الاسود مع زوج مغارف نتاع لا شابلور اللي هي الخبز المرحي هذاك. وعندنا بصلة تكون مرحية ركيك خلاص مع كمية من المعدنوس المقطع. رايحين نعجنوا هذاك اللحم المفروم ديالنا مليح مليح حتى نتحصلوا على عجينة تكون ملساء، يعني ما يقعدش خشين، ونخليوه على جانب. من جهه اخرى نروحو نجيبو البلاو فوغ ديالنا ونرحيو ولا نعصرو زوج حبات نتاع طوماطيش يكونوا كبارين، ونقشرو كميه من البطاطا على حسب عدد افراد الاسره ولا على حسب الكميه اللي حابينها، ونقطعوها شرائح تكون متوسطه السمك. وهذاك اللحم المفروم ايضا نعملوه على شكل دوائر. رايحين نحطو صلصه الطماطم ونحطو فلفل اسود ملح وشويه نتاع الزيت في الاخير ماشي دوكا. ورايحين نستفو ولا رايحين نفرشوا بطاطا واللحم المفروم ديالنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونحطوها في لو فوغ تطيب من 30 دقيقه ل 35 دقيقه في ساع يوجد وبنين بزاف. طبعا في رمضان دائما تتلف لنا واش نديروا الدوزيام بلا، واش نطيبوا طبق جانبي. دونك حبيت نشارك معكم هذه الفكره اللي سهله واقتصاديه في نفس الوقت وفي ساعه توجد. فوالا خلصت كامل الكميه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. رايحين نزيد نحطوا شويه نتاع لاصوص طوماط ولا نتاع هذيك لا طوماط اللي ديجا رحيناها ولا عصرناها فوق البطاطا ديالنا ولا فيونداشي مع نص كاس نتاع ماء ولا كاس نتاع ماء على حسب الكميه ديالكم. رايحين تحطوا شويه نتاع الزيت من الفوق، تحبوا تحطوا اي نوع من التوابل تحبوه حطوه يكون يخرج مع اللحم، ماشي نتاع الدجاج يكون يخرج مع اللحم. وهذا ما كان. رايحين نغطيو بالبابي كويسون. بابي كويسون ورق الطهي انا بللته بالماء باش نقدر نستعملو كيما نحب ولا باش نقدر نشكلو كيما نحب، ومن الفوق حطيت البابي الومنيوم. رايحين ندخلوه لو فور يطيب في ساعه ما ياخذش الوقت. حطوه في الفور، ريغليو الكرونومتر ديالكم ولا الساعه ديالكم على 30 دقيقه ولا 35 دقيقه. وفي ساعه تحبوا تقعد لاصوص شويه في هذا لو بلا خليوه فيه لاصوص، تحبوا تنشفوه كامل نشفوه كما درت انا. وهذا ما كان. من جهه اخرى رحت عملت السلك اللي هو السبانخ، قطعته وغليته مع شويه نتاع الماء والملح. تحبوا فوروه هو يكون يطيب على البخار، يعني تفوروه احسن، ولكن انا ما كانش عندي الوقت دونك حطيته يغلي 10 دقائق ومن بعد شوحته مع شويه نتاع الثوم والفلفل الاسود والزيت في المقلاة. وهنا من بعد ما طاب هذاك لو بلا ديالنا شوفوا الشكل اللي يهبل ويشهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. حطيته في طبق التقديم شويه نتاع البطاطا واللحم مع شويه نتاع السلق اللي قلت لكم شوحته مع الملح والثوم والزيت والفلفل الكحل. وهذا هو الطبق النهائي. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. الفيديو نتاع اليوم خلاص، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. صحه فطوركم وخليكم دائما ايجابيين. سلام.